يا ويلكم ببرنامج. شيخ معك اتصال، يلا جهز حالك. لسه ما قدمت البرنامج. كبرها يا زلمه، شغلوا له الاتصال. الو يا الو تسمعني شيخي؟ تسمعني؟ نعم يا مو عزيزي، شو نايم عنا بالبرنامج؟ شيخي عندي فتوى مستعجلة. يا نص بني آدم، مليون مرة قلت لكم أنا اسمي شيخ، ماني شيخ. يعني اسمي سموني بالهوية شيخ، ما تنادوني شيخي. يعني كم مرة بدي أحكي بهاي المعلومة؟ ما بيأثر شيخي، كله عم يكذب علينا، كذب أنت كمان، ما بيأثر. هات يا نص بني آدم، شو مشكلتك؟ مرتي يا شيخ طلقها. مكتوب كتابنا بس لسه ما تزوجها، بعدين طلقها. بس أنا بحبها يا شيخ. مخرج حط له بلوك لو سمحت. الاتصال اللي بعده. الو معنا اتصال جديد. بركاتك شيخي، إذا طبخت لجوزي بدون نقص حلال ولا حرام؟ اسمي شيخ، أنا بالهوية مكتوب اسمي شيخ مستعجل، هي اسمي واسم العيلة، فماني شيخ، والله العظيم ماني شيخ. طيب حلال ولا حرام؟ شو هو؟ إذا طبخت لجوزي بدون حب حرام ولا حلال؟ حسب الحبة. حبة شو شيخي؟ ما فهمت. لك يا أم كفشة، أنت قلتي إذا بدون حب حلال ولا حرام؟ بدون حب غرام شيخي. مالا مني أنت بتطبخي لجوزك مع الحب؟ أكيد، هذا جوزي بتاج راسي. مخرج حط لها بلوك، وهاتوا لي مصريات، يعني بطلت البرنامج. بس طول بالك شيخ، رد على هذا الاتصال رح يعجبك. هات الاتصال، يلا هاتوا. كيفك شيخي؟ بدي اقول لك انا بحب مرتي براس ابن عمي اللي ما بحبه انت كذاب. بشو كذبت شيخي؟ لك اسمي انا شيخ، ماني شيخ. امتى رح تفهموا؟ بدي بطل البرنامج، وقفت خسرتوني. طيب يا شيخ انا بشو كذبت؟ لك شو كذبت؟ رح توترني انت. لك ما في بني ادم على وجه البسيطه براسه عقل بحب مرته الا اذا كان مليان تبن. تعرف هذا التبن بيقشوه. شايفي انا بحب مرتي. معناتها انت من جماعه التبن. هات شو مشكلتك؟ مشكلتي يا شيخ اني طلقتها بلحظه غضب. ليش طلقتها؟ ما زال بتحبها. مرحبا، لحظه غضب. كنت مريض وصارت تعاملني مثل ولد صغير. اشرب ليمون، اشرب نعناع، خود الدواء حبيبي، اتغطى منيح. عصبت وطلقتها وما عاد بدها ترجع لي. شو انا اسمي الشيخ. شو المطلوب من الشيخ؟ مني انا شو المطلوب؟ بدي تحكي معها وتقنعها ترجع لي، هي قاعده جنبي هلا. هات. حاضر شيخ. ايه شيخي؟ انت اللي كنتي عم تعملي كل هدول؟ ايه انا. بتكوني حمارة رسمي اذا بترجعي لهذا البني ادم. حط له البلوك وما بقى تجيب لي ولا اتصال. ما بيصير تضل معصب هيك مع العالم. شو هالاتصالات اللي عم تجيب لي اياها؟ خلص بطلت، ما عاد بدي استقبل اتصالات، انا طفرت. مبسوطين انتو؟ الو معنا اتصال جديد. الله يستر. شيخي انا سعيد، زوج سعيده، انا وياها تخانقنا وبدنا اياك حكم بيناتنا. تفضل احكي لي شو القصه. كنت جايه من شغلي تعبان. انت الغلط. لك ما سويت شي شيخي. يا سيدي انت الغلط، متاكد انا انت الغلط. انا بريء شيخي. لك ما سويت شي شيخي. مع ذلك انت الغلط. طيب اسمعني بس شيخي. لو مرتك ابو لهب انت الغلطان، ما تحاول. طيب شو اعمل هلا؟ عندك ورقه وقلم؟ ايه عندي ورقه وقلم. اكتب وراي. حاضر. انا الموقع وادناه، مسؤول عن كل مشاكل الكوكب والكرة الأرضية والمجموعة الشمسية ككل، مسؤول عن كل الحروب التي جرت على وجه البسيطة، مسؤول عن ثقب الأوزون والكورونا وجنون البقر وجنون الانفلونزا الدجاج والخنازير، ومسؤول عن كل المصائب التي حلت بهذه البسيطة. اعترف بكل الذنوب اللي عاملها واللي مو عاملها، اكتبها بهاي الورقة. وبعدين وانت بتقول انا المسؤول عن الحرب العالمية الاولى
والثانية والثالثة شيخي كمان. بس الحروب العالمية 2 بس، من وين جبت شو انت شو عم الثالثة؟ تدفع شيء من كيسك؟ خليها تنبسط، خليها تحس بالتميز. حرب عالمية ثالثة خلص اخترع لها. انت شو عم تدفع مصاري يا بخرج حط له البلوك بشرفك، حط له بلوك. هذا حظر. شيخي طول بالك طول بالك شيخي طول شيل بالك. البريز اللي بعده. استغفر الله العظيم. ولا لك ما عاد بدي ولا اتصال، خلص انا بطلت البر. انا ليش سمعت منك وجيت ما بفهم. بس في شاب واحد عايش بعلاقة سامة، خلينا نساعده. خلص مخرج مشان الله ما عاد بدي ولا اتصال. خيو بدي احكي هيك قدام الكاميرا، احكي مع الناس. خلص ما بدي اتصالات يا زلمه. بعدك خلص، هذا اخر اتصال. يا اخي داخل انا ما بتحمل الاسئله الغبيه يا زلمه. سؤال غبي. انا بني ادم بحس ما فيني هيك اخبي كل هي الطاقه السلبيه من جوا. مرقه بشرفك. اذا بيسالني اي سؤال غبي تارك لك البرنامج وماشي. ان شاء الله المصاري كله يكبوا بالارض. يلا هاتوا. الو، معنا اتصال جديد. شيخي كيف بخلي حبيبة رفيقي تحبني؟ عم تسمعني يا شيخ؟ انتم ما بتخبروا الناس انه انا اسمي شيخ، ماني شيخ. انا ليش ما بتفهموا الناس قبل الاتصال بالكواليس؟ وعدك هي اخر مرة انا بصير بخبرن وبرد عليهم. قلت لي شو مشكلتك؟ سؤالي كيف خلي حبيبة رفيقي تحبني انا؟ رفيقك عايش ولا ميت؟ رفيقي عايش. لك في 4 مليار ونص بنات مع ستي بصيروا زيادة واحدة. ما لقيت غير حبيبة رفيقك يا نص. يا انت شو انت ربع بني ادم كتير عليك. غصب عني حبيتها يا شيخي، شو اعمل؟ طب ما البنت اكيد كانت قدامك. انت قبل ما البنت تحب رفيقك انت وين كنت وهي وين كانت؟ وقتها كانت قدامي بس ما كنت حبها. طيب بالرواق بهدوء. انا رح اكون معك لاول مرة بحياتي هادي. كيف حسيت اكتشفت انه انت بتحبها؟ بس صارت تحب رفيقي حسيت اني بحبها. بدي علمك شغله هيك تكنيك حتى نحل المشكله. انت افحص لي اذانيك، امسكهم شوفهم طوال شي. لا ما طوال، عاديات شيخي. لا تزعل لسه في امل انك تكون حمار. رح نبحث بدقه. حط ايدك اسفل منتصف ظهرك. مخرج شيل ايدك. ايه حطيت ايدي. في شي دنب؟ لا ما في شي دنب ابدا، مو مبين. مستحيل، لازم يكون في دنب. يعني لازم يكون في شيء يثبت انك انت حمار. بس لا تزعل، في امل انك نكتشف مواهبك كحمار. يعني لازم نثبت لك المعلومه حتى تقتنع وتعيش كحمار. يعني وتصير تبلش ما تاكل ايس كريم. وشك هذا الوش هيك انفك لازق بوشك ولا هيك الانف لقدام شي شبر؟ انفي لازق بوشي. لا في شيء غريب ما عم بفهم. انا لازم اثبت لك انه انت حمار. اذا لهلا انت مانك متاكد بس لازم. هلا بس في شغله انه انت الشكل هو بيشبه البني ادم. هذا انا متاكد منه. بس في غلط. شو ليش هيك بتشبه البني ادم؟ ما حسب بعرف. الافعال شيخ، شو اعمل؟ فعل حمار. حط له بلوك مخرج. هذا بالذات شو اعمل خليها تحبني؟ غير الرقم البرنامج. غير ألو. رقم البرنامج. ألو. خلص بطلت انا. إذا حبيتوا البرنامج انتظروني بحلقة جديدة كل يوم سبت وثلاثة وخميس على الساعة 8 مساء بتوقيت سوريا. الله ياخدكم على الجنة إن شاء الله ويخلصني منكم. ولا تنسوا تشتركوا بالقناة. والله زر الاشتراك ما بيتكهرب، ما راح تتكهربوا. اشتركوا وانتظروا.